السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم روتيني اليومي في أطعمة الدجاج. عندي بط بربري، دجاج، حاج الفرنسيس، مجموعة كبيرة من الحيوانات، سقيت النباتات. عندي غرسة نعناع والزهور، عندي كذلك حتى فاكهة التنين غرستها. سقيت النباتات، هاي لك فاكهة التنين. هذه فاكهة التنين. هنايا عمرت الماء باش نشمخ الماكلة للدجاج. عندي مجموعة كبيرة من الدجاج. عندي كذلك أغنام مربيتهم، يحتاجوا العناية يوميا، لازم الماء خصوصا في الصيف، والأكل كذلك. شمخت لهم الخبز اليابس في الماء وأطعمت الدجاجات. عندي البط يحب كثيرا الماء، يحب يعوم. حفرت له بركة صغيرة يعوم فيها. عنده كذلك عندي 12 بطة صغيرة فقسوا، غير كيما عندهم بزاف من اللي يفقسوا. أطعمت الدجاجات. حقيقة العناية بالحيوانات في الحديقة، هكذا حديقة في المنزل تكون صغيرة، نعمة من عند الله، راحة نفسية، ملء الوقت كذلك، تستفادني منها. أنا كوني عندي بنات صغار، نعطيهم البيض تاع الدجاج مليء بالبروتينات، غني، أحسن من المحلات بيض العرب. أطعمت الدجاجات. سقيت شجرة الموز، عندي شجرة تاع الموز غرستهم في الحوش. عندي شجرة تاع قارص، خوخ، توت. عندي عنب، عندي كذلك بخيخ، برقوق، حتى شجرة الزيتون موجودة في المنزل. هذه بطاتي الجميلات تعوم في شجرة القارص اللي سقيتها. حقيقة الحيوانات في الدار نعمة. هنا رحت نعمر الماء للخرفان. عندي مجموعة قطيع كبير تاع، مش كبير يعني، قطيع صغير تاع نعاج. عندي نعجات. هنا عمرت لهم الماء وجدت لهم، كانوا يرعوا هنايا في البحيرة قدام الدار. وهذا هو كان نهاري لنهار اليوم، روتيني اليومي. وما تنسوش تدعموني باشتراك وجام باش نبعث لكم كل جديد.